الطفلة مريم أنيس وهي تونسية تبلغ من العمر 3 سنوات. كانت مريم تسبح على عوامة مطاطية مرتبطة بحبل حول خصر والدتها. عندما هبت رياح قوية وأمواج عالية انقطع الحبل فجأة، فتفصلت عنها الطفلة لتختفي في عرض البحر رغم محاولات والدها لإنقاذها، لكنه غرق هو الآخر وشفي لاحقا. أما مريم فابتعدت بعيدا عن أنظارهم. جهود البحث والإنقاذ. نفذ عناصر الحماية المدنية التونسية بدعم من الجيش الوطني والحرس البحري عمليات بحث باستخدام زورق نجدة، غواصين وطائرة دون طيار درون، بالإضافة إلى فريق الإسعاف التكتيكي. مكان الحادث ومكان العثور: جرى فقدان الطفلة قبالة شاطئ عين غرنز بمعتمدية قليبية، المعروف بأنه منطقة خطرة نتيجة التيارات القوية وقلة المراقبة، حيث لا يتواجد فيها سباحين منقذين. عثور الجثة: بعد 3 أيام من الفقدان، عثر مساء يوم الاثنين نحو الساعة 19 على جثة الطفلة طافية في عرض البحر بالقرب من سواحل جزيرة جربة، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول بالحرس البحري التونسي.